أول A، لكن نطقه عندما تنطقه في الكلمات يختلف، قد يكون مثل الألف. ستجد مثلا كلمة كار كما أخبرتك، أو مثلا كلمة سام. أحدهم يقول حبة حبة عليه يا أستاذ مراد. أنا أريد أن أعرفك أن كل حرف من هذه الحروف عشان عقلك يستوعبه لابد أن تقارن بينه وبين الحروف العربية التي موجودة معك. أحدهم يقول كيف يعني؟ يعني أنت لابد أن تشبه هذا كل حرف بالحرف الموجود في اللغة العربية حتى تفهم الفكرة التي سأوصلها لك. يعني الإيه أقرب إلى الألف، اتفقنا؟ متفقين؟ جميل. البي أقرب إلى الباء في اللغة العربية، يعني الباء الموجود في اللغة العربية هو نفسه هذا البي. أما السي هو أقرب، أحيانا ينطق سي وأحيانا ينطق كاف، مثل الكاف في اللغة العربية. متى يا أستاذ مراد؟ لا أريد أن أدخل في دهاليز، ولكن اعرف أن هذا الحرف ينطق سي أو كاف، وسيأتي وقتها، وسأضع روابط في الوصف أسفل الفيديو ممكن تدخل عليها وستجد شرح أكثر تعمق. لكن خلونا في هذا الدرس نشرح فقط الحروف ونركز عليها تماما. هذا السي قلنا ينطق إما سين وإما كاف. الدي هو نفس الدال في اللغة العربية. الإي هنا ركز معي، هنا تحتاج إلى التركيز، وهنا المعضلة التي يعني أغلب الطلاب لا يفهموها. الإي هو يشبه الكسرة الموجودة في اللغة العربية. عرفتوا الكسرة؟ عندما تكسر الكلمة هذه هي نفس الكسرة. طيب والإف؟ الإف هو نفس الفاء في اللغة العربية، لا يوجد فرق. الفاء هو نفس الفاء. طيب والجي؟ نفس الجيم في اللغة العربية، ولكن تعرفوا أن الجيم في اللغة العربية أو الإنجليزية هناك نوعين، في جيم معطشة وفي جيم مصرية. يعني مثلا هذه تشبه بشكل كبير عندما يعني تكتبها في اللغة الإنجليزية في الغالب مثلا مثل كلمة، لا نقول جو، تمام، لكن نقول جو. يعني أحدهم يقول مش فاهمك، هذا الجيم هو الجيم الذي يسموه المعطشة تقريبا، أو الجيم المصرية. يعني كيف المصرية؟ المصرية مثل ما نقول، المصريين لا يقولون هو جا، لا، هم بيقولون المصريين، اخواننا المصريين تحية لهم جميعا جميع العرب، بيقولوا جا مجاش جبت يعني أنا حضرت، تمام. فالجيم المصرية هذه هي هذا الجيم. طيب والاتش؟ الاتش هو ما يعادل الهاء في اللغة العربية. طيب والاي؟ الاي هو ما يعادل، يشبه الاي ولكنه مثل الياء في اللغة العربية. يعني الاي كسرة صحيح، ولكن الاي مثل الياء. طيب والجي؟ هذا هو الجي الذي تحدثنا عنه. الفرق ما بين الجي والجي أن هذا الجي هو الذي يشبه الجيم في اللغة العربية تماما، هذا يشبه الجيم في اللغة العربية تماما. فمثل